السلام عليكم. عشان ندخل لبرنامج جديد لأول مرة محتاجين إن احنا نعرف خبايا البرنامج ده ايه. محتاجين إن احنا نتعرف على الواجهة الأساسية بتاعته وكل الأيكونز اللي موجودة جواه، ونعرف كل أيكون وظيفتها ايه عشان نقدر فعلا نستخدم البرنامج ده بأفضل طريقة ممكنة. عشان كده في الفيديو ده هنبدأ بشكل عملي نتعرف على برنامج كانفا، نعرف ازاي نسجل عليه وايه هي الواجهة الأساسية بتاعته وايه الأيكونز اللي موجودة جواه ووظيفة كل أيكون ايه، قبل ما ندخل في الشغل الأساسي بتاعنا ونبدأ فعلا إن احنا نعمل تصميم من الفيديو الجاي. يلا بينا نبدأ، ويا مساء الفل عليك يا صباح الفل حسب الوقت اللي بتسمعني فيه، وأهلا بيك في دكتور فريلانسر. النهارده ان شاء الله هنتكلم في شويه حاجات مهمه هتكون اساس كويس جدا 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 بالنسبه لنا للتعامل على كانفا، سواء كان الويب سايت او الابلكيشن. اول حاجه ايه اللي انا موجود عليه ده؟ اللي انا موجود عليه ده ان انا دخلت بس على جوجل وكتبت كانفا دوت كوم. لما اكتب كانفا دوت كوم، يعني لو دخلت كده على جوجل وكتبت هنا كده كانفا دوت كوم، هيبدا ان هو يوديني على الويب سايت نفسه. طبعا الويب سايت اللي فاتح قدامكم اهو، او الشكل بتاع كانفا اللي هم حاطينه على الويب سايت هو اللي قدامكم ده، وطبعا انا سجلت عليه. لكن انت لو داخل على كانفا لاول مره عشان تسجل عليه، هنتعلم الاول ازاي نحمله واحنا عايزين الابلكيشن، وبعد كده نتعلم ازاي ممكن نجيبه كنسخه برو مجانيه. يعني نسخه مجانيه وايه، مش يعني مش فيها مشكله، مش هاكينج ولا الكلام ده كله. اول حاجه ازاي تحمله، بتخش على جوجل بلاي وتكتب كانفا CANVA، هتلاقي البرنامج معاك هو بالشكل اللي انا هوريه لكم دلوقتي حالا. بصوا كده، هو الشكل اللي موجود قدامكم ده كده الابلكيشن نفسه. اول ما تجيب الابلكيشن ده هتلاقيه موجود، تعمله تحميل وتفتح معاك بكل سهوله وتسجل عليه. طيب، انتوا دلوقتي هتكونوا حد من اتنين: اما انك شخص هتستخدم من الابلكيشن، واظن يعني معظمنا هيعمل ده، فهتخش وتحمله من جوجل بلاي او من الاب جاليري او على الاي بي كي بيور او ايا كان مكان هتحمل منه، او على الاب ستور، هو موجود في كل السيستمز يعني، وتحمله وتبدا تخش وتسجل عليه بالجيميل بتاعك عادي جدا. الحاجه الثانيه انك تخش على جوجل تكتب كانفا دوت كوم وتسجل برضه الجيميل بتاعك عادي جدا، ومش هيكون في فرق بين الوجهتين، الاثنين زي بعض. طيب، برضه في التسجيل هنكون حد من اثنين. اول حاجه، لو انت شخص دلوقتي موجود في الدراسه، موجود في جامعه، موجود انت مدرس ليك علاقه بالتدريس او بالتعليم، فبالتالي انت عندك حاجه اسمها الايميل الجامعي. ومن اهم الكنوز اللي موجوده في الايميل الجامعي انك بتفتح بيه برامج مجانيه. الايميل الجامعي ده بيوفر لك القدره انك تفتح كانفا برو مجانا، فبالتالي كل حاجه موجوده جوه الابلكيشن بتاعك تكون مجانيه تماما. على فكره، مش بس بيديك كانفا، ده بيديك حاجات كتيره جدا، يعني مايكروسوفت مثلا الحاجات بتاعته كلها بتكون مجانيه معاك. برنامج زي تيمز اللي احنا بنشرح عليه الكورس بتاعنا بيكون مجاني معاك لو انت فاتح من الايميل الجامعي، فبالتالي من اهم مميزات الايميل الجامعي انك ممكن تسجل بيه. طيب، ازاي بقى اسجل بيه لو انا معايا ايميل جامعي دلوقتي، وازاي اجيبه؟ انت لو مش معاك الايميل بتاعك، فانت جوه الجامعه بتروح تكلم او بتشوف الويب سايت بتاع الجامعه، او بتكلم الشؤون، بتروح للشؤون تقول لهم انا عايز الايميل الجامعي بتاعي، فيديك الايميل والباسورد بتاعك. بعد كده بتخش على جوجل وتكتب كانفا برو فور ستودنت، فبالتالي تكتب كانفا برو فور ستودنتس، يعني هنجيبه بتاع الستودنتس اهو. يبدا ان هو يوديني على الكانفا نفسه. بعد كده قبل ما اعمل ساين اب خالص، هتلاقي ان انت كده في اديوكيشن، مختار لك اديوكيشن اهو، ومختار لك ستودنت. اول ما تسجل عليه خلاص انت كده موجود على معاك اكونت برو مجاني بالاكونت بتاعك او بالايميل الجامعي بتاعك. طيب، لو انا بقى دلوقتي شخص انا هتعامل على الاكونت، ولكن انا ما عنديش ايميل جامعي، ففي طرق، يعني في طرق، هم بيقولوا ان في طرق تقدر انك تعملها. اول طريقه وهي ان لو حد تاني صاحبك عنده ايميل جامعي، تقدر اولا انك تستفيد منه وتسجله عندك، هو يسجله عنده، وده مش هيعمل اي مشكله. يعني انت لو مسجله عندك، على سبيل المثال اخوك هو في الجامعه دلوقتي، فخدت منه الايميل بتاعه وبدات ان انا اسجل بيه، وهو كده كده مسجله عنده، ويمكن هو ما بيستخدموش اصلا، ده مش هيعمل له اي مشكله. انا هبقى بس مسجله عندي على الاكونت بتاعي وبشتغل من عليه، مش هيعمل له اي مشكله، ومش هياثر عليه او هيقلل مثلا فرصه على حاجه معينه. الحاجه الثانيه، هو ممكن لو بيشتغل على كانفا يبدا ان هو يعمل جروب ويدخلك فيه، وبالتالي تكون معاك اكونت برو مجاني خالص تقدر انك تستخدمه بكل سهوله. الحاجه الرابعه، في ويب سايت هبعت لكم اللينك بتاعه، على الواتساب بعد ما اخلص المحاضره دي. الويب سايت ده هتدخل تسجل عليه. الويب سايت ده هو بيوفر حاجات للناس اللي موجوده في التعليم دلوقتي او في فتره التعليم، ان هو يديكوا اوبشنز حاجات مجانيه.
زي البرامج دي، ومنها برنامج كانفا. هبعت لكم لينك الموقع، هتدخل انك تسجل عليه. خلي بالك التسجيل عليه على الموقع ده بيطلب منك شويه بيانات، بيطلب منك بيانات عاديه زي الاسم والايميل والباسورد والكلام ده كله، وبعد كده بيبدا ان هو يطلب منك تملى بيانات زي ترفع صوره مثلا لاي دي يثبت انك فعلا في فتره التعليم دلوقتي. ومديك اكتر من اوبشن للحاجات دي، يعني ممكن تديله مثلا اي دي بتاع الكليه بتاعك، اللي هو الكارنيه نفسه بتاع الكليه، او اي دي بتاع قسم معين جوه الاقسام عندك، او حاجه بتثبت زي مثلا كارنيه المدينه الجامعيه بيثبت دلوقتي ان انا طالب وموجود جوه وبتعلم دلوقتي في الفتره الجامعيه بتاعتي، او في فتره حاجه معينه، او اي حاجه بتثبت ان انت، او اي ورقه تكون طبعا ورقه موثقه محتومه بتثبت ان انت موجود دلوقتي في فتره التعليم، اعدادي ابتدائي ثانوي ايا كان هي ايه، هتثبت ده وتقدر ان انت تعمله. طيب الحاجه بقى الخامسه برضو اللي ممكن اقول لكم عليها، واللي ممكن نتحايل بيها يعني عليهم بيها شويه. انا دلوقتي ما عنديش اكونت، ما عنديش ايميل جامعي، ما عنديش واحد صاحبي، ما عنديش الكلام ده كله، لكن عندي اخويا، عندي اختي، عندي ابن عمي، عندي كذا موجود في الجامعه، موجود في الثانويه، موجود في كذا. بشوف اي كارنيه، الكارنيه ده هيفيدني جدا ان انا ادخل على الويب سايت اللي انا هبعته لكم واقدر اسجل من عليه، وبالتالي ادخل على الويب سايت وابدا ان انا اسجل، ومن خلال الويب سايت ده او من خلال الايميل او الكارنيه بتاع قريبي ده هقدر ان انا اسجل عليه وخلاص، يبقى فتح لي الاكونت مجاني. الطرق الاخيره دي ممكن تكون صعبه شويه او رخمه شويه، لكن اسهلهم اللي انا اتكلمت عليها اول واحده، وهي الايميل الجامعي. وعلى فكره يا جماعه الايميل الجامعي ده والله فعليا ده كنز من الكنوز يعني اللي موجوده حاليا. احنا يمكن ما عندناش وعي كامل بيه يعني بالاوبشنز اللي بيديها لنا. وعلى فكره انا مش بعيد برضه عنكم، انا كنت زيكم بالظبط من فتره بسيطه خالص، وكنت اعرف ان الايميل الجامعي ده بس كل اللي بنستخدمه فيه ان احنا بنجيب النتيجه، يعني كان بنجيب النتيجه، ويمكن هو كان طلع لنا في سنه ثانيه، وفي سنه ثانيه انا ما اهتمتش بيه، يعني ما اهتمتش بيه خالص، لان النتيجه كده كده كانت بتنزل على الويب سايت، فكانت بتبقى قدام الناس كلها فعادي. لكن جيت بعد فتره ولما عرفت ان في اوبشنز الايميل الجامعي بيديها لي، طب ليه ما استخدمهاش؟ ولما جربت فعلا ان انا استخدمه فادني في حاجات كتيره جدا، منها كانفا اللي موجود قدامكم ده. طيب نبدا بقى نخش على الابلكيشن نفسه، ونبدا ان احنا نتكلم عليه ونشوف الشكل العام بتاعه. اول حاجه ظهر قدامكم هو ده الشكل العام بتاع الابلكيشن، او هو ده الشكل العام بتاعه لو انت فاتحه من الموبايل زي ما انا قلبته كده، هو ده نفس الشكل. يعني الفرق ان انت لو فاتح من الكمبيوتر هيكون بالشكل ده، او فاتح من جوجل هيكون بالشكل ده، او فاتح مثلا من تابلت او ايباد نفس الشكل اللي قدامك ده. اول حاجه الصوره بتاعتي اللي موجوده فوق هناك ده بعد ما انا سجلت على الابلكيشن او على الويب سايت، خلاص ده الاكونت سيتنج. ولو انت عايز تسال اي حاجه، عايز تعمل ساين اوت عشان تدخل باكونت تاني، ده الصوره بتاعتي. بعد كده كلمه كرييت ا ديزاين، هنا بتبدا ان انت تكريت الصوره بتاعتك او الديزاين بتاعك اللي انت عايز تشتغل عليه، او عايز تعمل ابلود لفايل معين تعدل عليه، او ابلود او اديت لفوتو معينه، او انت بنفسك تحدد الطول والعرض بتاع الصوره اللي انت عايز تشتغل عليها. من الاوبشنز الجميله جدا 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 اللي موجوده في كانفا، ان انت مثلا لما حد يطلب منك تصميم ليوتيوب، تصميم لفيسبوك، تصميم لكذا، تصميم لكذا، مش محتاج انك تعرف المقاسات بتاعته ايه. يعني انت مش محتاج انك تقول له والله طب انت المقاس اللي انت عايزه كام في كام. فاكرين 870 في ما اعرفش في كام بتاع خمسات، انت تعرف تعمله هنا، تكتب هنا الهايت اهو، وتكتب هنا الويتس بتاع الحاجه دي، او العرض بتاعه، الطول في العرض، وتكتبه هنا اللي كان مطلوب منك في خمسات، وتعمل الديزاين ده وترفعه على خمسات وهيتقبل وهيبقى زي الفل. طيب انت لما حد يطلب منك حاجه اليوتيوب مش هتكون عارف الطول بتاعها كام والعرض بتاعها كام، فبكل سهوله انت هو بيكون مديك هنا اوبشنز انك تختار منها. والله مثلا هنا بيقول لك عايز تشتغل حاجه برزنتيشن، فخلاص دي المقاسات بتاعت البرزنتيشن 1920 في 1080. البوستر بتاع بوستر كده، عايز تعمل بوستر طويل، فده المقاسات بتاعته. اديوكيشنال فيديو، الانفوجرافيكس، مثلا لو عايز تعمل برين ستورمنج بقى، المايند مابس، انك تعمل خريطه ذهنيه، فده المقاسات بتاعتها. لو عايز تشتغل على انستجرام بوست، موجود قدامك اهو. لو انت عايز تشتغل على حاجه زي كوميك ستريب، عادي جدا، جروب وورك، لوجو، فانستجرام ستوري، هتلاقي هنا كل حاجه انت عايز تشتغل عليها هتلاقيها موجوده. هتلاقي الفيسبوك، لو انت عايز تعمل بوست الفيسبوك هتلاقيه موجود. ده كله بيديك اوبشن انك تعمل الديزاين من غير ما تعرف المقاسات بتاعته، وانت كده كده خلاص، لا انا بعمل هكريت كذا فخلاص هيجيب لي الشكل بتاع يعني العين بتاعي على طول. برضو نفس الحاجات اللي احنا جبناها دي دلوقتي، انت شايف قدامك الشكل اللي ظاهر قدامك ده اللي كلمه فور يو، ده مديني شويه حاجات لو انا ممكن ان انا اختار منها. طبعا انت شايف هنا ان هو برده جايب لي هنا لو عايز اشتغل وايت بورد، educational برزنتيشنز، الحاجات اللي انا كنت فاتحها دلوقتي، وجايب لي حتى صوره قدامي بتوضح لي ايه الحاجه اللي هو بيقول لي عليها دي.
في كلمه وايت بوردز لو اخترتها هيبدا ان هو يجيب لي اشكال مختلفه منها. كلمه برزنتيشنز وهنا اللي مقصود بيها الانفوجرافيك باوربوينت. لو انتم فاكرين احنا كنا اتكلمنا ان في مهاره اسمها باوربوينت، في مهاره اسمها انفوجرافيك. طيب يعني ايه انفوجرافيك باوربوينت؟ باوربوينت ده عباره عن ملف زي اللي احنا بنشرح عليه اللي هو السلايدز ورا بعض. طب يعني ايه انفوجرافيك؟ يعني معلومات موجوده جوه صور. فبالتالي ان انا اعمل باوربوينت ده بيكون ليه طريقه من اتنين. الناس اللي بتعمل باوربوينت بيكون هم حد من ثلاثه كمان. اول واحد اللي هو بيروح يجيب شويه صور كده يحطهم في ملف، يلا هو ده الباوربوينت بتاعي اللي هطلع اعرض بيه النهارده البرزنتيشن بتاعه قدام الدكتور، ومعظم الناس بتعمل كده. الشخص الثاني لا، انا هجيب صور صفحات فاضيه بيضاء خالص وادخل على الباوربوينت وابدا ان انا اضيف عليها اشكال ومعلومات واحرك الاشكال دي كمان، لان الباوربوينت بيديني الاوبشن ده. وهما الاثنين دول الاولاني والثاني بيشتغلوا على برنامج باوربوينت. طب الشخص الثالث بقى البروفيشنال عنهم كلهم، ده شخص بيشتغل على برامج التصميم، ادوبي فوتوشوب، على كانفا، على بيكس ارت، على برامج للتصميم من الباوربوينت غير برنامج باوربوينت، ويبدا ان هو يصمم صوره كامله، يصمم الالوان بتاعتها، الحاجات بتاعتها، الحركه اللي موجوده فيها، يحط فيها انيميشن بيتحرك، فيبدا ان هو يعمل حاجه بروفيشنال على الناس دي كلها، بيكون اسمها انفوجرافيك باوربوينت. بعد ما نتعلمها النهارده ان شاء الله هتكون قادر انك تعمل انفوجرافيك، وقادر انك تعمل باوربوينت، وقادر انك تعمل انفوجرافيك باوربوينت، وقادر انك تضيف ده كمهاره على مواقع الفريلانس. واقول لكم في النهايه برضو انك ازاي لو حابب انك تدخل تضيفها على موقع تقول السعر بتاعها كام، هعمل كام سلايد مقابل $5. بعد كده عندنا حاجه اسمها السوشيال ميديا. طبعا هنا السوشيال ميديا والله وحتى مفرقها لك اهو، عايز انستجرام فبيقول لك الانستجرام بوست، انستجرام ستوري، انستجرام اد، الريل بتاع الانستجرام، الانيميت، الانستجرام بوست، الانستجرام ستوري اد، جايب لك كل التفاصيل. شوف انت عايز تشتغل ايه واختار. تمام. بعد كده الفيسبوك، والله عايز فيسبوك بوست كفر للاد، للايفنت كفر. شوف انت هنا مش محتاج بس ان هو العميل يجي يقول لك والله انا عايز تصميم للفيسبوك، تصميم ده لايه؟ هينزل بوست خلاص، فيسبوك بوست على طول. طيب على سبيل المثال انا اخترت الفيسبوك وعايز اعمل فيسبوك بوست، فهضغط على الكلمه دي. المقاس اللي موجود قدامي ده بتاع الفيسبوك بوست. المقاس اللي قدامي ده على اليمين الابيض ده فيسبوك بوست اللي انا بكبر واصغر فيه ده. تمام. طيب لو انا عايز بقى اجيب ديزاين جاهز وهبدا ان انا هعدل عليه، هو جايب لك الحاجات هنا جاهزه، ايه تعرف انك تختار منها بكل سهوله. هتختار الديزاين بتاعك، واول ما بتفتح الديزاين، وده هنتعلمه انا بس بديكم فكره دلوقتي، اول ما بتفتح الديزاين بيكون مفتوح معاك، قادر انك تعدل فيه، تشيل الكلام. شفت الكلام اللي موجود ده تعرف تشيله، تعرف انك تحط كلام تاني، تعرف انك تضيف توبكس معينه، تضيف اشكال تانيه معينه من الاوبشنز اللي بيديها لك الموقع. وان شاء الله باذن الله كل حاجه وقتها هنتعلمها فيها. تمام كده احنا ايه، نرجع تاني اللي كنا فيه، اتعلمنا الشكل والواجهه العامه اللي موجوده بره دي. بعد كده لو ضغطت على كلمه مور طبعا بيجيب لي هنا حاجات تانيه، الانفوجرافيك. لو انت عايز تعمل اكتر، عايز تعمل حاجه زي ايه، كتالوج، تحط مثلا اكتر من صوره في مكان معين. الناس اللي بتشوفوها على الانستجرام حتى مثلا مجموعه من الصور ليها في بوست واحد او في ديزاين واحد، تعرف انك تعمله. الجرافس، البوك كفر، وعلى فكره دي من الحاجات اللي بتطلب، انك تعمل كفر لبوك، لكتاب. وطبعا الناس المدرسين بيطلبوا الحاجات دي للكتب بتاعتهم والملازم بتاعتهم. المايند ماب، الخرائط الذهنيه، من الحاجات الجميله جدا 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 اللي تعرف تعملها هنا. على فكره البرنامج ده على قد ما يعني هيفيدك في الشغل بتاعك، هيفيدك في حياتك كمان، انك تعرف تستخدمه انت لدراستك ولشغلك وتعمل منه شغل كويس جدا وجميل جدا، وعلى فكره بجوده محترمه جدا، وبكل حاجه انت عايز تعملها هتلاقيها موجوده هنا. بعد ما خلصنا السوشيال ميديا لقينا كلمه فيديوز. من الفيديوز دي انك لو عايز تعمل فيديو معين حتى جايب لك المقاسات، عايز فيديو عادي فيسبوك فيديو، عايز تعمل فيديو مسج هتبعته لحد، موبايل فيديو، يوتيوب عشان المقاسات بتاعت اليوتيوب، اليوتيوب فيديو اد، لو انت عايز تعمل مثلا سلايد شو فيديو ده قريب شويه من الباوربوينت، انستجرام ريل، عشان خلي بالك الحاجات دي كلها ليها مقاسات. انا دلوقتي لما باجي اعمل فيديوهات لقناه اليوتيوب ببقى عارف ان في مقاسات معينه بصور بيها. تمام. فبالتالي لازم وانا بصور دلوقتي بالكاميرا بحطط على حاجه معينه ولا عدس على حاجه معينه. بصور بالموبايل لازم اكون قالب الموبايل الكاميرا بتاعته بالعرض عشان خاطر يجيب لي العرض بتاع اليوتيوب. بعد كده لينكد ان فيديو، تيك توك فيديو، البنترست فيديو. فبالتالي هنا بيديك اوبشنز كتيره جدا، كل اللي عليك يا باشا انك تختار وتقول والله العميل طالب مني كذا، فهبدا ان انا ادخل على سبيل المثال على التيك توك اهو، ده الشكل العام بتاع الفيديو بتاعه، وهبدا ان انا اعدل عليه واضيف حاجات وادور وابحث عن حاجه معينه عشان اضيفها. وان شاء الله نبدا ان احنا نعمل الحاجات دي النهارده لما نيجي نتعلم الانفوجرافيك والباوربوينت. طيب بعد كده طبعا الشكل اللي قدامك ده انت ملاحظ ان فينا كلمه هوم، هنا كلمه تمبلتس، كلمه بروجكتس. لو انا قلبت الايباد كده الشكل العام بتاعه، لو انت دلوقتي فاتح من الموبايل، انا عايز بس ارجع
يور بروجكتس دي هي اللي فاتحه قدامنا دلوقتي. انا عايز ارجع للهوم تاني. شايفين انتوا الشكل العام ده اللي هيكون موجود معاكم في الموبايل، وهيكون فيه شريط تحت هنا كده، تحت خالص كده مكتوب فيه كلمه هوم. الثلاث حاجات دول، الهوم والتمبلتس والبروجكتس. كلمه بروجكتس دي لما انا بضغط عليها، لما انا بضغط على كلمه بروجكتس دي، بيبدا ان هو يجيب لي المشاريع بتاعتي اللي انا كنت شغال عليها قبل كده. انتوا ملاحظين دلوقتي لما انا كنت فتحت مشروع اللي هو بتاع المنبه ده، والمشروع بتاع المايند ماب دي، خلاص بقوا فاتحين قدامي. لو انا حابب ان انا اعدل عليهم تاني، على فكره بقدر ادخل عليهم بكل سهوله، ويكونوا ثابتين على الحاجات اللي انا كنت عاملها. حتى لو رجعت كده وجبت مثلا ده، شفت الحاجات اللي انا كنت مبوظها فيه هي زي ما هي، اقدر ان انا اعدل فيها تاني واعمل اللي انا عايزه فيها. فبالتالي اي مشروع انت هتعمله في اوتو سيف من الابلكيشن لوحده او الويب سايت لوحده، بيكون موجود قدامك الحاجات الريسنتلي اللي انت كنت شغال عليها وانت كنت بتعملها. طبعا كل حاجه انا عملتها على الابلكيشن موجوده هنا على الابلكيشن، واقدر ان انا ادخل واعدل عليها دلوقتي بكل سهوله. طبعا الكلاس ده اللي هو مجموعه الناس اللي موجودين معايا على الابلكيشن بتاعي. طبعا الحاجات اللي بعد كده مش محتاج انك تعرف يعني اي حاجه عنها. انت كده عرفت الواجهه الاساسيه بتاع الويب سايت. عرفت ان انا دلوقتي لما اجي اعمل حاجه او اصمم حاجه، بختار الاول الديزاين بتاعي ده ديزاين لايه عشان اظبط المقاسات بتاعته مظبوطه. لو انا بقى حابب ان انا ايديت فوتو من عندي من على الجهاز، بعمل امبورت من هنا وارفع الفوتو واقدر ان انا اعدل عليها. تمام. لو انا عايز ان انا اكستمايز المقاسات بنفسي، عايز مثلا مثلا 1000 والله 1080 في 720، خلاص هو عامل كرييت نيو ديزاين، هيعمل لك المقاس اللي انت مختاره ده بالظبط وهيكريته قدامك، ويجيب لك كمان اوبشنز انك تضيفها بنفس المقاسات اللي حضرتك دلوقتي كاتبها. كده انت عرفت الشكل العام والواجهه بتاع الموقع، عرفت اصلا يعني ايه كانفا، عرفت ان في ويب سايت اسمه كانفا برو، عرفت ان في ويب سايت اسمه كانفا دوت كوم. عرفت دلوقتي انك هتدخل ازاي وهتتعامل على الويب سايت ازاي بعد ما تسجل عليه، وانك هتختار الحاجه اللي انت حابب تعملها. دلوقتي انت اتعرفت على برنامج كانفا وازاي تسجل عليه وايه هي الواجهه الاساسيه بتاعته، الفرق بين الاكونت المدفوع او النسخه البرو والنسخه العاديه، ايه هو الايميل الجامعي ومميزاته، ولو متوفر معاك فانصحك ما تفرطش في المميزات دي. ان شاء الله باذن الله من الفيديو الجاي هنبدا نتعلم ازاي نعمل تصميمات من البدايه خالص لغايه ما نطلع بتصميم كويس جدا يعجب اي حد يشوفه. مستنيك في الفيديو الجاي. مع السلامه.